سمعت عن الراجل اللي عمل لمراته سلسلة من جلد ايده. اوعى تقول لي انك ما سمعتش. انا عصام الدين احمد، جهز بقى كوباية الشاي وكوباية القهوة وتعالى لي عشان دي قصة مشوقة جدا. ايه ده، انت هنا؟ انت مستني تسمع القصة؟ طيب، عشان ما اطولش عليك، بص يا سيدي. اولا كده قبل ما نبدأ خلينا نتكلم ان احنا فينا طبع ده صراحة انا بشوفه طبع مش حلو، وحش جدا. ان احنا بنقارن حياتنا بحياة الناس وتصرفات الناس ببعض. يعني لو تفتكر كده مثلا الامهات بقى وزمان كده كان اللي هو بص ابن خالتك وبصي يا بنت عمتك وبصي مين سابق مين ومين اتجوز ومين خلف ومين طلع ومين نزل. فخلينا نبدأ بقى ايه. ان قبل السوشيال ميديا وقبل الانفتاح الرهيب ده كان الطبع ده الأذى بتاعه مش كبير. يعني كان هو آخره ممكن مثلا يبقى الأذى على الأبناء، ان هو مثلا انت تحس ان انت في سبق مثلا من كتر ما انت بتقارن بناس وباشخاص، وممكن يعمل شوية حاجات سلبية كده. بس في الاول وفي الاخر مهما زاد ومهما طلع ونزل فكانت حياتنا كلها شبه بعض. يعني جيرانك اسرتك العيلة كله في نفس المستوى. فكانت المقارنة بتبقى منطقية وبتبقى ما بتعملش الايه مشاكل كبيرة. إيه المشكلة بقى حاليا لما دخلنا بقى في ايه، في عصر السوشيال ميديا، وظهرت كده شوية فئات كده اسمهم البلوجرز. طبعا لو حد يعرفني شخصيا يعني من قريب فانا عامل بلوك لكل البلوجرز. ده الكلام ده من بدري، يعني من بتاع اكتر من سنة مثلا او حاجة كده. فالفكرة بقى كلها هنا ايه، ان هنا بدأت تشوف حاجات انت بعيدة عنك، وبتشوف طبقات في ليفلات في حاجات مختلفة. والحاجة الأسوأ ان انت بتشوف جانب الشخص ده عايز يوصله او عايز يصدره، لكن انت مش شايف الواقع، مش شايف حياته، مش شايف هو عايش ازاي، مش شايف كل الجوانب. لا، انت شايف جانب واحد وهو اللي مطلعهولك وهو اللي بيحكي لك عليه وهو اللي بيلمعه. وارد جدا انه يطلع مش حقيقي اصلا. يعني احنا لو شفت كده بعض المواقف والطرائف بتاعت البلوجرز، ان تلاقيهم مثلا اتنين بيحبوا في بعض ولسه عاملين فيديو حب، واليوم اللي بعده هم متطلقين. يعني هم اصلا كانوا ماشيين في اجراءات الطلاق بس عشان البيزنس بتاعهم يمشي وكده، فلا احنا نطلع نعمل الفيديو. وامثله كتير وتصرفات كتير غريبه، ويتطلقوا اكنهم اتطلقوا وهم ما اتطلقوش، وكله شغل وكله فلوس وكله بيزنس واحنا متساقين. وفي ناس بتخش تتفرج، وفي ناس بتقارن، وناس بتقتنع، وناس بتصدق، وناس بتغير توقعاتها. يعني لو تفتكر مثلا كده بمناسبة موضوع التوقعات ده، من واحنا مثلا صغيرين كده، مثلا جيل التسعينات مثلا او اللي قبليه، هتلاقي مثلا اليوم اللي كنا بننزل نخرج فيه وناكل مثلا بره ده، ولا ناكل برجر ولا ايا كان، ده كان بيبقى ايه ده، احنا كده طرنا نقعد نحكي ونتحكى عليه شهور ده يعني. دلوقتي حاليا ده بقى ده ايه ده مش حاجة. لا، ده احنا عايزين نسافر نروح فين، ونركب طيارة ونروح المالديف ومش عارف ايه. المصايف مثلا كان ننزل مثلا العين السخنة ولا جمصة ولا، كان تحفة. بس لما بدأ بقى يطلع بقى حتة ايه المقارنات، ويطلع بقى التلميع بتاع الأماكن والحاجات الجديدة، ويطلع برضو بقى مصطلحات اللي هي المكان ده بقى خلاص للناس اللي مش عارف ايه، فتبدأ بقى ايه تطلعات تختلف. تبدأ انه لا، ده انت تلاقي مثلا أسرة على قد حالها، بس لا لو مثلا واحد فسح عياله ووداهم مثلا اسكندرية ولا بتاع، لا ده انت كده ما وديتناش نصيف، ده أقل من الطبيعي. ده الناس كلها دلوقتي بتروح الساحل الشرير. فاللي هو تطلعات الناس اختلفت، وحتى النظرات والاختلافات بين الطبقات. يعني هو احنا عارفين ربنا خلقنا طبقات، فبقت البص بين الطبقات خلاص انعدمت المسافات اللي كانت عامله ان انت اصلا مش شايف. يعني انت كنت زمان انت مش شايف اصلا بيحصل ايه في الدنيا، ما تعرفش ان في مثلا ناس بتعمل ايه وناس بتروح فين وتيجي منين. لكن انت دلوقتي مثلا لما تبقى انت بقيت شايف، اللي هو لا بقى انا مش راضي عن حالي. ومهما ربنا اداك ومهما بقيت غني، طول ما انت بتبص طول ما انت بتشوف
هتفضل مش راضي عن حالك وهتفضل حاسس ان انت قليل. لان كل اللي بيتصدر، انت لو بصيت هتلاقي كل واحد بيصدر هو متميز في جانب، فانت هتشوف ان كل الجوانب بتاعت الحياة احسن من الجانب بتاعك، وهتفضل مش راضي عن الحال في كل حياتك يعني. وزي ما قلت ان هو اصلا وارد جدا ان اللي بيتصدر ده مش صح، يعني انت ما تعرفش عني حاجة. انا ممكن اكون بقفل الفيديو ده واقوم ادور الضرب في عيالي مثلا، ممكن تبقى دي حياتي انت ما تعرفش، ومش مطالب ان انت تعرف. يعني انت مش مطلوب منك ان انت تشوف حياة الناس عاملة ازاي. انت بيجيلك معلومة، بتخش تتعلم حاجة تستفيد، ودي المفروض تبقى قيمة السوشيال ميديا. ان انا اخش مثلا اشوف مثلا حد بيقول علم، حد بيقول كلام مفيد، حد بيقول حاجة وحتى لو للهزار وللضحك اخش اشوف مثلا حاجة فيها ضحك، حاجة فيها هزار. لكن اخش اشوف بيوت الناس، اشوف راجل بيعامل مراته ازاي، وانت تخش تشوفي واحدة بتعامل جوزها ازاي، وجوزها بيجيب لها ايه وبيوديها فين وبيفسحها فين. فانت خلاص ليفل ان انا مش راضي، انا مش راضي عن حالي. ده بصي الستات بتعمل ايه وعاملين ازاي، وانت ده بص الرجالة بتعمل ايه وبتجيب ايه، ده احنا مش عايشين. خلاص كده انت هتفقد الرضا، وهتفقد الامتنان لحياتك، وهتوصل بقى ان انت ايه، بتجري ورا سراب. يعني اقول لك مثلا تجربة غريبة كده انت حتى ممكن تجربها، هتعرفك المفارقة دي عاملة ازاي. يعني هات مثلا كده ولدين مثلا كده، مثلا 2 قرايب او ايا كان، وخد كل واحد في اوضة، ادي الواحد مثلا 100 جنيه وادي الواحد 500. وانت بتديهم الفلوس وهما ما يشوفوش بعض، هتلاقي الاتنين مبسوطين جدا، وهتلاقي الاتنين فرحانين وايه سعادة الدنيا، وكل واحد بيفكر هيصرفها ازاي. بعد كده جمعهم مع بعض وخليهم ابو اللي خد 100 يعرف ان صاحبه او قريبه او ايا كان خد 500، وهتلاقي اللي خد 100 بدأ يحس بعدم الرضا، وهيبقى متضايق، وهيبقى مستغرب، وهيبقى مش راضي. وهي دي الفكرة، طول ما انت هتحط عينك على اللي فلان خد ايه وفلان عمل ايه، خلاص كده مش هترضى. مع ان اللي خد 100 ده مثلا لو في اسباب للتاني ان هو خد 500، مثلا مر بحاجة وحشة في حياته، او عنده موقف وحش، او عنده مشكلة ما، او مزنوق في فلوس او ايا كان، فممكن تبقى ال 500 دي يعني عادلة بالنسبة له، بس اللي خد 100 برضه هيفضل مش راضي، وهيفضل عينه على ال 500 من غير ما يعرف اي اسباب. وهي دي المفارقة، هو ده القصة كلها، ان انت لما هتبص مش هترتاح. وهو ربنا قايل لنا كده، يعني في اللي هي الآية أنا مش متذكر أوي، اللي هو لا تمدين عينيك لما متعنا به أزواجا غيرك، أو يعني يا رب أكون موفق في الآية. يعني لو أنت ما تبصش للي ربنا متع بيه غيرك، ربنا إدى لحد متعة معينة، أو ادى لحد نعمة معينة، هتفضل تبص في حياته، وتفضل ده جاب ايه، وده معاه عربية ايه، ومش عارف مين جاب لمراته ايه وخاتم ايه. خلاص كده انت خلاص فقدت الرضا، فقدت كل حاجة. نيجي بقى للاجانب هنا مثلا، زي ما انا ما كنت بقول ان الطبع ده اصلا هو مش موجود فيهم. يعني هم مفهومش طبع ان هم يقعدوا يقارنوا ويبصوا على حياة بعض، لا هم بينعزلوا كده، بيحبوا حياتهم، يتقفلوا على نفسهم وبيعيشوا. والميزة التانية برضو اللي عندهم، اللي مخليهم اصلا يعني حتى لو المشكلة دي ممكن موجودة، حتى لو الطبع ده فيهم وانا معرفش مثلا، فالحاجة التانية المميزة هنا ان شبه ان الناس كلها عايشة نفس الحياة، حتى الغني والفقير. هو هنا يعني يعتبر في غني ومتوسط، الفقراء هم يعتبر الهوملس، اللي هم المدمنين، او اللي هم كده دول. لكن في الطبقات الحاجات ومميزات المعيشة هنا تكاد تكون متشابهة. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا هتلاقي ابن الغني وابن الفقير بيروحوا في نفس الحضانة، لان هي الحضانات واحدة تبع الحكومة، وموجودة ومفتوحة للكل. وحتى مصاريفها بناء على حاجة ان هم بيحددوا مصدر الدخل بتاعك قد ايه، وهو اللي يفرض عليك مثلا، ده كمان للسن اللي هو قبل ال3 سنين، يقول لك ان انت مثلا هتدفع كذا، وبناء على دخلك كمان يعني. فممكن تلاقي واحد بيدفع 300، واحد بيدفع 500، واحد بيدفع 1000 حسب دخله قد ايه. وبعد 3 سنين بتبقى فور فري، كل الناس بتروح نفس الحضانات. المدارس نفس الكلام، مفيش بقى جو اللي هو ايه دي مدرسة لغات ودي، عشان احنا اصلا عندنا عقدة اللي هي الخواجة دي، ومش معترفين بلغتنا، ودي طبعا انا مستغرب ليه. هنا عندهم لا، هي المدارس هي المدارس العادية الألمانية. في مدارس لغات بس دي مش زي عندنا اللي هو
ولاد الناس بيخشوا مدارس اللغات عشان يتباهوا ان هم في مدارس لغات. لا، هم عندهم المدارس اللغات دي لو حد هيخشها فهو حد مش ناوي يستقر في ألمانيا مثلا وعايز مثلا الانجليزي ده يبقى اللغة الأساسية مثلا عشان ناوي يسافر مثلا، فهو ساعتها اللي هيعمل كده، وبتبقى مصاريفها غالية جدا ومحدش اصلا بيعملها الا زي ما بقول كده هو ايه، حد جاي يقعد هنا بس كام سنة كده يعني. الجامعات برضو نفس القصة، انت تخش تمتحن في الجامعة هتلاقي بقى غني فقير مش فارقة، انت بتمتحن نجحت بتخش الجامعة وخلص الموضوع، والحاجات دي كلها بتبقى مدعومة من الدولة، فما فيش بقى حتة اللي هو ايه ده ابن غني وده ابن فقير. في الخروج وفي الفسح هم عاملين زينا زمان كده، وفاكرين مصر زمان كده لما كنا بننزل الجناين والحاجات اللي هي المفتوحة اصلا دي، هو كده. فهتلاقي برضو الكل بينزل يتجمع في اللي هي الجناين المفتوحة، في بلاي جراوندز اللي هي بتاعت الأطفال في كل حتة في الشارع ببلاش للأطفال كلها. فتلاقي بقى غني فقير مش فارقة. ممكن بقى الغني ده مثلا هتلاقي بقى حد بيسافر بقى بيروح يتفسح بيروح ياكل في مطاعم مثلا فانسي قوي وبتاع، ودي بالنسبه للناس فهي مش حاجه اللي هو هبص بقى ايه ده بيروح ياكل في مطعم غالي، هو مش حاجه بالنسبه له، مش حاجه فارقه، لا عادي اللي هو انا هاكل الاكل اللي انا عايزه والاكل اللي في امكانياتي، وما بيبصوش بقى لحاجه زي كده يعني. بس المتع والحاجات الأساسية كلها هي متاحة للكل، للغني وللفقير، وحتى تلاقيهم بيجتمعوا فيها الغني والفقير، فمش فارقة يعني مش فارقة. ونظام الضرائب هنا كمان ان كل ما دخلك يزيد ضرائبك تزيد، فهو اصلا بيعادل في الاخر المسألة يعني. تلاقي ان الغني والفقير بيعتبر ايه بيعيشوا نفس الحياة في الاخر يعني. فعشان كده هم ما عندهمش المشكله دي وما عندهمش الازمه دي. بس احنا الموضوع بقى بالنسبه لنا صراحه انا بقيته شايفه ان هو بقى مدمر، بقت ناس كتير مش راضيه عن حالها وتطلعاتها زادت، والضغط على الاسر بقى غريب اللي هو لا يعني زي ما بقول احنا كنا زمان ده الخروجه باكله دي كده دي متعه شهور، لكن دلوقتي لا انا عايز كل يوم اكل هنا وعايز اجيب التليفون الفلاني وعايز اجيب. تلاقي الناس كلها، حتى انا طبعا ما بتكلمش عن الناس اللي هي فعلا عندها حاله من الفقر او كده، لا بتكلم في اللي هي الطبقات اللي هو حاسين بفقرهم مع انهم مستهلكين درجه اولى، احدث تليفونات واحدث كل حاجه واجهزه وخروجات وفسح وشراء واكل بره وكل حاجه في الدنيا موجوده، وبرضه فقراء. وده الغريب، ده الغريب، ده زيادة عن ان انت ليس الا ان هو تطلع عالي جدا وقلة رضا وبص على حياة الناس ومقارنات مستمرة بتخليك اللي هو لا انا مش عايش مهما كان عندك ومهما كنت بتجيب ومهما كنت بتعمل، فلا انا مش عايش، انا مش مبسوط، انا مش راضي، انا عايز اكتر. ودي لا لازم نبطلها. كل واحد هيصدر، عمرك ما هتلاقي واحد مثلا بيصدر فشل. انا مش هطلع مثلا على السوشيال ميديا واقول ده انا رحت النهارده امتحان وسقطت وما اعرفش ايه، يا اما يبقى مثلا اللي بيعمل كده يبقى بيعمل كده لسبب ان هو مثلا بيشتكي من الخدمه او من حاجه، بس يعني بتكلم ان في الحاله العامه ما حدش هيطلع يقول ده انا بعمل وحياتي بايظه وحياتي فيها وبيحصل، لا كله بقى يطلع الحلو. انا اطلع مثلا اخد صوره في خروجه، ممكن اصلا طول الخروجه دي انا كنت متخانق مع مراتي، واروح انزل الصوره وكاني بقى انا عايش ايه، عايش الجنه، واطلع اصور بيتي واقفل الكاميرا من هنا ونتخانق واقفل الكاميرا هنا واروح ابيع الحاجات. ومعظم اصلا الحاجات بتاعت البلوجرز دي خلي بالكوا هي دي هدايا جايه لهم من اعلانات ومن معلنين ومن شركات، يعني حتى الحاجات دي هم مش شاريينها ومش دافعين فيها فلوس، من لبسهم من مكياجهم من الحاجات دي كلها هدايا. فانت يعني حاطط عينك على حاجات هي اصلا مش موجودة وهي اصلا مش واقعية، وحتى لو واقعية فهو جانب متعرفش الشخص ده مر بايه ومتعرفش حياته فيها ايه والجوانب التانية فيها ايه. فلا كل واحد يركز في بيته. والنصيحة دي يعني اتمنى اكتر ان هي للستات، هم دايما اللي عندهم حتة المقارنات دي من حتى من صغرنا، بس هي مع التطور ومع الانفتاح فالموضوع بقى خطير وبقى مؤذي وممكن يهدم بيوت وممكن يدمر أسر. ونربي أولادنا الأولاد الصغيرين صراحة، يعني الأجيال الجديدة بقت عندها تطلعات عالية بشكل مش طبيعي وضغط منهم على أهلهم بشكل كبير جدا، كله عايز كل حاجة في الدنيا وعايز يبقى زي فلان وزي اللي بيسافر وزي اللي بيجيله وزي اللي بيروح، والهدايا والانبوكسنج والكلام اللي خرب بيوت، والله خرب بيوت. نتقي الله في نفسنا ونربي عيالنا كويس، الله غالب.